اقعد حاجة بالراحة حاجة بالراحة. لا بس انا ناسي كل حاجه، بس في حاجه وحيده فاكرها كده، ايه؟ ان انا متخصص كلام في perfectionism. هو ده اللي مرجع كل ورا، هو ده اللي مرجع شبابنا كل ورا. طب انت كده الجزم بتاعك ده كلام في البرفكشنزم. وحش أوي. لا الاداء فيك قوي يا اسطى. كلام في البرفكشن. كلام في البرفكشن. كلامه في المثال. ليه الانسان المثالي مثال مثالي؟ مبدئيا كده مفيش حد اسمه مثال. واو اه واو، دي معلومه خطيره. بس في مثالك كتير. انت مثلي؟ انت مثلي يعني؟ لا انت مثلي يعني. والله العظيم والله العظيم ما والله شكلك عيل اليابان ومثلي. في سؤال يا اسطى بجد بجد بجد، هو يابان ان هو شكله مهم جدا بس هو عبيط يعني، او ممكن يكون مهم انا ما اعرفش بقى. قول. انت عارف انت ايه اللي حط المعايير اصلا عشان اللي يظبط بالظبط. المعايير دي يبقى يا مثالي؟ دين امي ما فهمتش السؤال. قصدك ليه دي المثاليه مش حاجه تانية؟ ايوه صح؟ هو كده. ماشي. لا مش تخليش صوتك عشان لو لا احنا عايزينها بيرفكت مثاليه. مثاليه. كلامه في المثال. ايه المثاليه؟ صلى على رسول الله. على بس السؤال ده هياخدنا لقصه ثانيه خالص. ده قصه وضع التعريف للمثاليه. وضع التعريف كان يا كان. في قديم الزمان. لا يا ساده يا كرام. يسبق كرام في قديم لا ما يحلى الكلام. في قديم الزمان. لا الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. على انتوا كمان صلوا على النبي، اعملوا لايك واشتراك، ولو عايزين تسمعوا القصه دي اعمل لايك واشتراك واكتب تحت انك عايز تسمع القصه ونقولها في الفيديو الجاي. مش بعض الاحيان المثاليه بتبقى حلوه بعشوائيتها. مثاليه حلوه بقى، انت قصدك المثاليه عشوائيه؟ ازاي؟ زي سكر في الشاي. نيجي على دي نغلب يعني. دي اللي انا عايزين لها مبرر. كمل القصه بقى. ايوه سنه 1990 بالظبط. سنه 1990 كان في طفل صغير. الله. الطفل ده كبر. كان دايما مهتم بالمثاليه. بس ما كانش في حاجه اسمها مثاليه، ما اتحطلهاش تعريف لسه. فالواد ده قعد يلم بقى كل الحاجات المثاليه اللي في الكوكب ويكتبها في النوتة بتاعته. كبر وبقى عنده 99 سنه. يا دين امي. ما تقوليش مات احد. والله غبي. ده ما كملناش البيت كده مفيش مثاليه. المهم الراجل ده وصل ل 99 وكنت قاعد معاه والله في الاستقرار. يا عم انا عشان تدي مصداقيه. هو الواد بقى كبر بقى عنده 99 سنه. بيبص في الكتاب بتاعه اكتشف ايه بقى؟ اكتشف ان خطه معوج. والله مش عارف يكتب بقى 99 سنه عن المثاليه وكان شخص مثالي جدا. بس خطه كان معوج في حاجه ولا كان في كله؟ في معظم الكلمات. وازاي ما خدش باله؟ ما هو واخد باله بس ما كانش عارف يعدله. وانا ما عجبنيش الحاجه دي. ايه اللي حصل بقى؟ قطعت له انا بقى الكتاب ده خالص. يا ابن الله. ما عجبنيش الحاجه دي. طب انت كان ايه علاقتك بيه اصلا؟ ايه؟ كان ايه علاقتك بيه؟ كان مثلي، كنا زي بعض. انت بقالك فترة عمال تشرب فيه. انت بتبصها وتنزلها. ربنا عليك. المثالية هي فعل الشيء كلامه في المثال. وانت بصراحة يعني استفرغت قوي. لا يعني استفرغت ورجعت على خدت راحتي خالص واسهلت علينا بالكلام بسلاسة وبكل هدوء. فعايزين بقى نعرف
انواع المثاليه. الله. اسهلنا في الكلام. الله على الفن. الله. احنا بنقدم جامد. اسمع ايوه اسمع، ما تبقاش غبي ولا احنا بنعمل ايه في البودكاست ده؟ بنبدا. لا بنخترع فن. لا بنقدم محتوى. غبي. بنشوف على الناس. يا ريت. يا ريت. ما القصه بتاعتي كانت بتدور احداثها في بعد الثوره الصناعيه على طول. الثورة الصناعية فين بالظبط؟ فين؟ فين دي؟ الواد ده كان اسمه برادلي. هو انت عارف ليه اصلا سموه برادلي؟ ليه؟ ليه؟ الواد ده وهو صغير انا أيوة. اصلا فاكر القصه دي دايما. القصة دي يعني بتفكرك بأيام حلوة صح؟ يا كنت دايما احكيها للعيال احفادي يقعدوا يموتوا ضحك عليها. احكيها لك بقى عشان تموت ضحك انت كمان يعني. الواد ده كان بيعمل كوبايه شاي. قهوة دي؟ لا يا عم كان بيعمل كوبايه في البيت عادي. البيت لمين؟ ايه؟ لمين؟ لابوه. لابوه. بس ابوه كان راجل عصامي شويه. عصامي؟ يعني ايه عصامي؟ يعني المعصم بتاعه كان بايظ. والله العظيم ده عصامي كده؟ انت مصدق ولا ايه؟ انا صدقتك. دي الأمي. انا صدقتك والله. المهم الواد ده كان بيعمل شاي وراح لابوه جري. بيجري يعني فاكر مين جري؟ صاروخ يطلع ايه يا عم ده؟ السرعه دي يا عم. خايف برضه. ابوه بقى يعمل ازاي؟ انت جامد. افرج عجوز بجد والله. الواد بيجري بقى ولو مسكه علقه. مع انه كان بيجري سبحان الله يا اخي. اللي عندي جو الفرلين بقى تايت. ايه ده الرابط. انا فاهمك اهو. ايوه. ادى ابوه كوبايه الشاي. ابوه مسك كده كوبايه الشاي. ايوه. وبيشرب اول كوب. بارده. يعني بارده ليه؟ أميبو مش مزعلك. الواد ده من يومها بقى عنده تروما. بارده ليه؟ كبر بقى وبقى اسمه برادلي على طول. برادلي. بس دي مع الترجمة بقى. لا هو أبوه كان في لا كان مخلط ولا ايه؟ لا أبوه أصلا كان مهاجر. هجرة غير لا انا بغير اخلاق. انت بتقول ده غير اخلاق. ابوه كان سبحان الله سبحان المبدع. كان يرفع كلابيه كده ويحطها في اسنانه. ايوه يعني دول. ايوه. هو اصلا ابوه ده كان اسمه اسمه ايه؟ ابو خطوه. كان معروف بقى بيعدي دولتين ثلاثه جري كده. ولا حاجه. كانت بتختلف الاقاويل من ابو خطوه لابو جلابيه في السنان. كان عشان هو دايما يحط الجلابيه في اسنانه ويجري كرر. هو ما هو ده اللي حرق دم ابوه اصلا. اللي هو ابنه ما جراش زيه ليه لما كان بيجري وهو صغير. ايديكم معرض. بس لا ما عارفش. ابوه بقى فاهم انه مش هيبقى سند ليه. مش شبه ابو خطوه برضه. مش ابو خطوه. ركز على الجزئيه دي بالله عليك. بالله عليك ركز عليها. والله العظيم مش ابو خطوه. ماشي. مش هيبقى ابو خطوه. حاضر. هبقى ايه؟ ابوه قال له اكتر من مره البس جلابيه زيه. ليه بقى؟ جلابيه وكلسون؟ لا ما كانش يرضى يلبس كلسون ابدا. ابدا. ليه بقى؟ مع ان الجو برد يعني. لا كان يلبس شورت. كان دايما شعره بيبان سكسي بقى وكده يعني. كانت النسوان كلها تدوخ على السمانه بتاعته دي. على الراجل ليه؟ لا على راجل كبير. على ابوه ما كان شورت. كان يجري بالشورت. ما كان لابس كلسون يا اسطى برضه عيب. مش ياخد راحته برضه رجله مش هتروح تيجي في الخطوه. في الحوار. الواد ده بقى اللي حرق دم ابوه ان هو ما كانش لابس الجلابيه وحاطط البتاع في اسنانه عشان الواد ما كانش لابس الجلابيه وكان بيلبس كلسون بس. الولد؟ لا الولد ما كانش بيلبس خالص. كان مطلقها يعني. هو الولد قال لك لا انا عايش في جلباب ابي ولا انا عايش في اي جلباب خالص
ومش لابس بقى خالص. دمت هو ما عادش في اي حاجه اصلا، ما عادش بقى ما خلاص. لبسش حاجه. تحرر بقى هنا بقيت بدأ تحرر. بقى التحرر في اوروبا. دين امي تحرر. تحرش تحرش لا بجد هنا بدأ التحرر والتحرش. التحرر اصل التحرر يجي بعده ايه؟ تحرش. لا بس التحرش ما يجيش بعده تحرر. اشمعنى؟ عشان دي تنشب مع البوتنشن. عشان اكشن في البوتنشال ما تجيبش خالص تخرش مع تخرش. تخرش تزرش مع تبرج. دماغه بتوديه للمثاليه، يعني اللي هو ليه الانسان بيطلب المثاليه؟ ليه الانسان عاوز يبقى مثالي؟ يعني ده شيء مستحيل. الانسان ما بيقولش يعني مش بيقول كده صح؟ الانسان بص يا ابني حاجه ده هياخدنا لا ياخدنا في حته وحشه قوي. بلاش نتكلم في الموضوع ده. انا اكبر منه. انت عارف ان انا اروح السكه دي مش هنعرف نرجع لها تاني. دي امي استنى كان ده في جمله مهمه جدا جمله لك العمى الشهداء. لك في كلمه اديني الكلمه مهمه جدا عمو. بدي تبوله تبوله. هل المثاليه عدو الانجازيه؟ عارف مين اللي قال المثاليه عدو الانجازيه؟ مين؟ احمد ابو زيد. ماشي. عارف احمد ابو زيد فين دلوقتي؟ فين؟ بيتفسح. انا احب ان انا في اجابتي على السؤال ده استعين شات جي بي تي. لا ديب سيك. اصلا اللي بنستعد بيه غير دول. في مصدر كبير ومهم وملهم تشتغل صنعة الفتوحات. انا احب استعين بيك انت. اوريك الامكانيه. حدد لي الابيلتي حدد لك المثاليه. يعني مثلا لو هنتكلم عن مثاليه كده اهو. ايه اللي كده هو؟ هتقول فيها ايه بقى؟ ما تقول 10 على 10 اهو. زيد النبي صلى الله عليه افضل الصلاه والسلام. انت كمان صلي على النبي وتسلاك واشتراك ونزل فعل الجرس دلوقتي بالله فقلت عليه اقرا لحد في الفيديو لحد دلوقتي. يا اسطى اجيب المثاليه والامكانيه في قصه ازاي؟ كان في واحد اسمه ايهم نزل من البيت شبشب غير شبشب وفجأة لقى نفسه بدون شبشب. والناقص كان ايه؟ الناقص كان ايه؟ شو دول؟ الناقص كان ايه؟ بس اللي ناقص الناقص كان ايه؟ انت بتشتغل معاك من الجي. هل المثاليه بتختلف من منطقه لمنطقه؟ طبعا ولا المثاليه طبعا يا عم انت بتتكلم في ايه يا عم؟ انت بتقول ايه يا راجل؟ ايه ده؟ استغفر الله. بس انا برضه ما كانش ينفع اتكلم في الموضوع ده. لا يا عم سكر. استغفر الله. هل الجمال جمال ولا الجمال جمال روح؟ الجمال كمان جوهر. هو روح يعني، بس انت بتختلف خلاص. لا في فرق في شات يعني معرفش. يا نهار اسود. لا انت تفهمني لا بقى. انت كده بتلعب في الاساس. انت تفهمني بقى. بس تكون اصلا انت ربنا يتوب عليك يا ابني. فرق شاسع ما بين الروح والجوهر. وده ياخدنا القصه قصه. ده ياخدنا القصه وتوضح ما هو الجوهر ولا الروح؟ الجوهر. سنه 1935. يا بوي يا بوي. ايه الرقم ده؟ كان في شركه اسمها شركه من اي حته لاي حته. اي حته ده في نفس الوقت. ايه؟ في نفس الوقت. لا هي كان اسمها من اي حته لاي من غير في نفس الوقت. هنستظرف تاني مش ايوه. المهم شركه من اي حته لاي حته دي بتعمل ايه بقى؟ بتعمل ايه؟ بتوصل؟ يلا انا اصلا سايبك تقع في الفخ ده. ايه يا بوي مش بتوصل طلبات. تمام. بتستلم طلبات وبتوصلها. لا تستلم بس.
اقول لك اهو هي شركه من اي حته لاي حته، فاهم؟ بتاخد الطلبات من الناس وبتخزنها في اي حته. في اي حته. طب ممكن لاي حد. طب ماشي انا عاوز افهم حاجتين بس دلوقتي. ايه الفايده؟ والسؤال كان ايه اصلا؟ السؤال ما هو الجو. طيب السؤال بيقول ايه بقى؟ هل اللي احنا عارفينه ان البشر بتدعي المثاليه؟ بشر بتدعي مثالي عشان مفيش حد مثالي. صح. هل الكون مثالي؟ مع بعض. ما انا وكنت عايز اعرف عن حاجه كمان. ده انت بتلعب معانا. يا ابني الوقت. لا معلش وقت معلش يا طب قول معلش يا ده اتفضل. ما علاقتها بالايه؟ بالانحيازيه التكامليه. زمان قول يا زمان لما كان حد يسالني سؤال زي كده تقول له هي حاجه واحده مش هقولها لك دلوقتي بس انت تستنتجها لما تكبر تعرف يعني. لا دلوقتي هتعرفها دلوقتي عادي يعني. مش هسيبك لما تكبر عشان لو قرأت كتاب هكذا أتكلم زرادشت. زرادشت مين؟ عارف ليه بقى سموه زرادشت؟ ليه؟ أقول لك يا سيدي. ليه يا صاحبي؟ الراجل ده كان راجل سفير بيسافر زي أكيل كده. ده صفة أكل. صفة بكثرة الشيء. أيوه ما يسمع يا عمي. الراجل ده هو كان بيسافر كتير يعني وكده. فلحد ما جات له سفرية ربنا كرم يعني السفرية هيروح فين الحمد بقى؟ لله. هيروح الصعيد تحديدا أسوان. لا في جنة. المهم الراجل ده جات له سفرية لجنة. كان ما شاء الله عليه راجل عالم يعني كاتب بقى وكده. كاتب لهم زرادشت يعني. زرادشت كان هيشتغل بقى في جنة. هيشتغل في صناعي؟ لا أنا أسمع إنه كان راح يشتغل صناعي بيحمل في شكاير أسمنت وعلى شكاير طوب. فواعي اشتغل فواعي فترة. ونقاش برضك. وبعدها ربنا كرمه وراح مش فاكر روسيا. راح مش عارف ايه. لا روسيا دي كانت يعني في اواخر حياته كده. في اخر حياته؟ مات في روسيا صح؟ لا مات. كله مفكر ان هو مات. عمل ايه في روسيا؟ راح ورجع. كله فكر ان هو مات في روسيا. في الحقيقه اصلا زرادشت ده مات في الصعيد. يا ابوي هو اتخصم منهم بقى. جابها بسرعه. جات له السفريه بقى يشتغل سباك في جنة. سواعي يعني. سباك الدنيا يعني كان بيقبض وقتها 2 جنيه. يا ابوي ايه والله على ايام كام دي 2 جنيه ايامه مشوني. كانت تعمل يا ابني دلوقتي عماير بقى كانت الارض ب4 جنيه. ايوه يا عم انا والله عايش بقى طول كده هو في حته اسمها ابو تشت في جنة. ومات في ابو تشت اتخصى هناك. انتحر اصلا ومات منتحر. فقال لك ايه؟ ضرب تشت ضرب في التشت ابو تشت. ماشي والله. لا تمام. الكهرباء دايما بتيجي في الوقت ده بتفصل اصلا.